كلمة مستفزة بقالها كتير بنسمعها. ليه الأهلي ما بيروحش يلعب في إسماعيلية؟ هو الأهلي بيخاف ولا إيه؟ أصل إسماعيلية للرجالة بس. كلمة مضحكة، جملة مضحكة، استفزاز ملوش أي معنى ولا أي قيمة، ولكن في النهاية أدينا شفنا مباراة ملهاش أي علاقة بالأهلي. جمهور الإسماعيلي وجمهور المصري شتايم وقلة أدب، ضرب وتكسير في استاد برج العرب في مباراتهم، وفي النهاية يجي واحد ساذج ملوش اي لازمه عشان يقعد يتريق على الاهلي ويقعد يستفز في جمهورهم ويقول لهم ليه ما بتروحوش تلعبوا في اسماعيليه. ولما الاهلي بيروح يلاعب المصري او بيلاعب الاسماعيلي في برج العرب بنلاقي مشاكل كتيره جدا وضرب اتوبيس جمهور الاهلي، وفي الاخر تلاقي برضو نفس الناس المستفزه اللي يقول لك ليه الاهلي ما بيروحش يلعب في اسماعيليه، ونفس الناس هم اللي بيفرحوا بضرب جمهور الاهلي. فانت كواحد منافق، كواحد مدلس، كواحد مستفز، قول زي ما انت عاوز تقول، ولكن في النهاية حفاظا عن الناس لازم جمهور الاهلي ما يروحش اسماعيلية. وياما الاهلي راح لعب في اسماعيلية وكان بيضرب الاسماعيلي بالاربعة والتلاتة وبالستة، وموضوع سهل جدا وعادي جدا. واكبر هزيمة في تاريخ الاسماعيلي لو نفتكر الستة صفر كانت في اسماعيليه. ويجي يقول لك واحد يقول لك ايه، يقول لك ليه الاهلي ما بيروحش يلعب في اسماعيليه؟ انتوا بتخافوا ولا ايه؟ اصل دي مش تكافؤ فرص. تكافؤ فرص ان اودي الجمهور علشان يموت، علشان يحصل له حاجه، واحد رايح يشجع فرقته بيشجع فريقه. شوف انت مباراه ملهاش اي علاقه بالاهلي، ومين ده الاسماعيلي والمصري حبايب بيضربوا بعض وبنلاقي قله ادب ما بينهم ومشاكل كتير. تخيل بقى دي مباراة أهلي فيها، أهلي أو مصري، أهلي أو إسماعيلي، وحصل المشاكل دي. وقتها كان هنلاقي ناس أو نفس الناس اللي بتقول للأهلي ما بيروحش يلعب في إسماعيلية، وإسماعيلية للرجالة، والكلام المستفز اللي ملوش أي قيمة ده، هتلاقيهم فرحانين في جمهور الأهلي اللي اتضرب ويقولوا أصل جمهور الأهلي اتحط عليه. والحقيقة دماغك انت اللي مفسية وبتتحط عليها. انت دماغك دي ما فيهاش اي ذرة منطق ولا اي عقل. الجمهور اللي رايح ده اخوك وصاحبك اللي رايح يتفرج على ماتش كورة ملوش اي لازمة، فرحة عادي، ماتش كورة بروح وببسط، ولكن ان اروح واتضرب او جمهوري يتضرب وانت تفرح فيه، والشماتة اللي تبقى في عينك وفي الكومنتات والصفحات اللي بتشمت، فانت كده انسان مريض. ولكن في النهاية الاهلي او جمهور الاهلي ما ينفعش يروح اسماعيليه. هي المباراه ببرج العرب بعيده والامن يعرف يتصرف معاهم. شفنا الاسماعيلي والمصري بيحصل بينهم ايه، فتخيل دي مباراه الاهلي ويجي واحد ملوش اي قيمه، واحد ملوش اي لازمه، واحد ما عندوش اي ذره منطق وعقل، يقول لك ليه الاهلي ما بيروحش يلعب في اسماعيليه؟